اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هنكمل الحوار اللي كنا بدأناه في الفيديو اللي فات عن صفقة انتقال رمضان صبحي. وفي الحقيقة هو مش مفاجأة، لأن أنا من أسبوعين كنت منزل فيديو وعنوانه رمضان صبحي في بيراميدز. طبعا كان استنتاج ورؤية للمعطيات اللي موجودة في الوسط الرياضي الكروي في وجود الغزولي بتاع الكرة المصرية السيد المستشار تركي آل شيخ، اللي هو رفع بورصة اللعيبة إلى أرقام فلكية ما كناش بنسمع عنها قبل كده. ونتيجتها إن في أندية كتير في الدوري المصري هتقع، وهيبقى دوري ضعيف جدا 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 لو ما تحولش لدوري وأندية أشخاص. في الحالة دي يبقى الأندية ملك لشخص معين بعينه، هو اللي بيشتري وهو اللي بيقنن عملية الشراء وهو اللي بيحدد الأسعار، ويكون في ميثاق بين الأندية وبين بعضها، أو بدون ميثاق بيبقى كل واحد مسؤول عن اختياراته أو استثماراته. لكن الوضع اللي احنا شايفينه ده، زي ما المحلة وقعت وزي ما الترسانة وقعت وزي ما المنصورة وقعت وزي ما الأولمبي وقع، احنا خلاص ما بقيتش شايفين، وأندية السويس ما بقيناش شايفين أندية جماهيرية خلاص. المادة هي اللي طغت على السطح وهي اللي بقت في الصورة، والأسعار بقت أرقام خيالية ما يقدرش عليها حتى الأهلي والزمالك، بدليل إن هو ما بيقدرش يتمم صفقة زي صفقة رمضان صبحي ويحتفظ بيه في النادي الأهلي. ليا رجاء عند الأندية الأهلي أو الزمالك، اعرف إنك تاخد حقك من اللعيب اللي تكبره وتربيه وتصرف عليه تغذية، تمرين، وأدوية، ومتابعة، وكل حاجة، وتعمل له اسم وتلمعه ويتعرف ويبقى واجهة إعلامية، وفي النهاية تحس إن اللي مستفيد من الليلة كلها هو اللاعب ومش النادي. فرجائي للأندية أهلي أو زمالك أو أي نادي يعرف إزاي في بداية تعاقده مع اللاعب وهو بيحط رجله في النادي إن هي تكتب بنود في العقد تعرف تحتفظ بيها بحقوقها في حقها من اي لاعب يحترف او يجيله عقد احتراف او عايز يسيب النادي اللي اتربى فيه. في عالم الاحتراف مفيش حاجه اسمها انتماء ولا ولاء ولا وفاء ولا هناء. عالم الاحتراف في حاجه اسمها المليون يساوي كام، يعني اللاعب ده يساوي كام مليون، بس انت بتقدره بمليون، غيرك بيقدره باتنين، غيرك بيقدره بتلاته، لا هو هيروح لابو تلاته. خلاص بقت قصه محفوظه ومنطقيه. النقطه التانيه اللي بتكلم عليها كابتن رضا عبد العال، المفروض ان هو بقى راجل بيتكلم كلام وفي ناس بتردد وراه الكلام. صراحه انا في كلام مداخله تليفونيه في احدى البرامج سمعت له مداخله بيتكلم، وكلامه يعني استصرني وقلت لازم اتكلم في الموضوع ده. لقيت نظرته سطحيه جدا لموضوع الانتقالات ده، وبيتكلم عليه كانه موضوع زي زمان وضجه ما بقتش الموضوع كده. ما بقاش الموضوع، بقى احسن لعيب في اي فريق ممكن تلاقيه تاني يوم في نادي تاني خالص. بس على الاهلي والزمالك المفروض يترووا كده وما ينساقوش ورا الصفقات دي ولا يعغالوا في الاسعار، عشان الموضوع ما يكبرش اكتر من كده. وفي انديه كتير هنشوفها بعد كده تقع ومش هتقوم لها قومه تاني، لانها مش هتقدر تجاري اللي بيحصل ده. كابتن رضا عبد العال بيلوم النادي الاهلي ان هو ما عرفش يحتفظ، وده اشترى فلان برقم واشترى فلان برقم، وقعد يتكلم عن الاهلي او ايا كان الزمالك يعني. فيا كابتن رضا، النادي الاهلي مش مطالب ان هو يحط في كل لعيب 150 مليون. هتقول لي رمضان لعيب مهم في النادي الاهلي، طبعا لعيب مهم، وما كانش متوقع ان رمضان يفكر ان هو يسيب النادي الاهلي. ودي غلطه من غلطات مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو ممكن قبل اللاعب ما عقده ينتهي او يخلص او عرضه تخلص بسنه ولا حاجه يجيبه مكمل معانا ولا مش مكمل معانا، ويعرف اذا كان في حساباته ولا مش في حساباته. الامور بتاعت الاحتراف متشعبه وكلام ما يكفيهاش مره او اتنين. بس انا ليا رجاء ان الناس
ما تنساقش قوي ورا البروباجندا بتاعت الانتقالات دي، لان اي فريق هو محتاج 25 لعيب، خليه ياخد احسن 25 لعيب ويسيب الباقي، ويتعامل الاهلي والزمالك زي ما كان بيتعامل بالاسعار العاديه بتاعته خالص. هتقول لي مش هيبقى عنده لعيبه؟ لا، هيبقى عنده لعيبه، وهيبقى عنده لعيبه ممتازه كمان، لان ورا الاهلي وورا الزمالك في جيش اسمه جمهور الناديين، هو ده اللي بيلمع اسم اللعيب، وهو ده اللي بيعمل اللعيب، وهو ده اللي بيصدر المتعه للمتفرج اللي قاعد قدام شاشه التلفزيون، اللي هو جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. الانديه الجماهيريه دي يا جماعه ما تتعوضش، والملايين اللي بتصرف على اي لعيبه تاني في الانديه الاخرى عمرها ما بتعوض شعبيه ولا جماهيريه الانديه دي. شكرا والى اللقاء.